بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. أهلا وسهلا بكم متابعيني الكرام. تعالوا نعمل الصنف القمر الحلو الجميل دوت مع بعض. صنف لذيذ قوي وصنف موفر ومن الإمكانيات المتوفرة في البيت وبحاجات بسيطة جدا، ومش هتستعملي فيه مادة دهنية قد كده خالص، بطريقة سهلة وبسيطة، اللي هو المقلوبة السورية. صنف لذيذ قوي، جربي تعمليه هيعجبك قوي. تابعي الفيديو للنهاية عشان تعرفي ايه هي الخطوات المظبوطة عشان يطلع معاكي بالجمال والطعامة والحلاوة دي. ولو قلتلك ريحته بقى والله تجنن. جربي تعمليه جنب سلطة زبادي بالخيار، او جنب سلطه خضراء. صنف عسل قوي قوي قوي. هنا انا عندي 2 حبه من البدنجان الرومي الاسمر، انا قلياه في الزيت. لو عايزه تسلقيه براحتك، ولكن هو مقلي بيدي طعم اطيب يعني. تمام، انا اكتفي طبعا بالزيت اللي موجود في القليه دي. وعندي هنا كوبايه ونص من الرز او كوبايتين رز مغسول. وعندي هنا طماطم وبصل، وده علشان بنحطه في طبعا قاع الاناء او الحله اللي هنعمل فيها المقلوبه بتاعتنا. الصنف ده حلو قوي وتكاليفه بسيطة جدا، غير مكلف بالمرة. لو انت عندك مثلا بواقي فراخ، او بواقي اللي هو دجاج، او بواقي لحمة، او عندك قطعة لحمة مفرومة صغيرة وعايزة تستغليها في صنف مغذي للأولاد وفي نفس الوقت يبقى حلو قوي على السفرة او المائدة، الصنف ده هيناسبك في الحالة ديت. انا هنا كان عندي 3 4 حتت فراخ صغيرين. عارفه انت لما بيتنوهم محطوطين مثلا وتسخنيهم وتشيليهم وتسخنيهم وتشيليهم، وتلاقيهم بداوا ينشفوا كده ما لهمش اي فايده عندك، وتحسي ان انت مش عايزه تاكليهم خلاص وكرهتي تشوفي شكلهم. ده اللي حصل معايا. 3 4 حتت فراخ صغننين خالص ما يكملوش مثلا ربع فرخه. بدات اقطعها حتت صغيره، هي بتكون متحمره طبعا. وقلت خلاص بعمل عليهم الصنف القمر ده. عايزه اقول لك طعم البدنجان مع الرز مع بقيه المحتويات اللي هنتكلم عليها دلوقتي، قسما بالله تحفه تحفه تحفه. البصل رققيه شويه وانت بتقطعيه، والطماطم نفس القصه علشان ما تبقاش سميكه وتستوى كويس. ادي الحتتين فراخ اللي انا قلتلك عليهم بواقي، تعتبر بواقي عباره عن جناح وكم قطعه صغيره كده. كانوا متحمرين ونشفوا قد ما يتحطوا يتشالوا يتحطوا يتشالوا. فانا هستغلهم في الصنف القمر دوت، وهتشوفي دلوقتي طعامته وجماله. الاهم من الشغل نفسه انك تجهزي وتعدي الحاجات الخاصه بالشغل بتاعك، ده بيوفر عليكي في الوقت والجهد. حط معلقه صغيره من الزيت او نص معلقه زيت في الحله او الاناء اللي انا هشتغل فيه، وابدا ادهنها كويس قوي في قاع الحله والجوانب. والله عندي فرشه بس مش عارفه ايه اللي خلاني استكلف اقوم اجيبها يعني. المهم انت طبعا شاطره هتعملي بالفرشه ومنظمه مرتبه. طيب، بعد كده هبدأ أمسك بقى شرايح البدنجان اللي أنا مقطعاها بشكل طولي وقلياها في الزيت أو محمراها في الزيت. هبدأ هنا أرصها على جدار الإناء بتاعي، أو جدار القدر أو جدار الحلة، أيا كان المصطلح أو المفهوم عندك في منطقتك أو مكانك يعني. طبعا هتقولي احنا عددنا كبير، هقولك كبري الحلة شوية او الاناء دوت، وكتري المحتويات شوية. انا عاملة حبتين 2 بدنجان، انت اعملي 3 او 4. انا عاملة في حلة متوسطة، انت اعملي في حلة اكبر، وهكذا. يبقى هنا بتضاعفي او بتزودي الكمية على حسب عدد افراد اسرتك. هنا انا رصيت حلقات البدنجان او شرايح البدنجان على جدار الاناء بتاعي. هنا هبدأ اعمل ايه بقى؟ باخد شرايح البصل والطماطم وابدأ ارصها في القاع، بس خلي دايما شرايح الطماطم هي اللي في الارضية الاول. يبقى انا همسك هنا شرايح الطماطم وابدأ ارصها في قاع الاناء جنب بعضها كده، زي بالظبط ما تكوني بتعملي ورق عنب. بالله عليكي حطي لايك للفيديو، عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو ويستفاد منه اكبر عدد من البنات الصغيرين اللي بيدخلوا المطبخ في بدايات حياتهم. علشان الاستفادة تبقى عامة. تكة الزرار بالنسبة لللايك مش هتكلفك في الامر شيء، ويبقى تفضل منك وتكرم منك. طيب هنا ببدأ ارص الطماطم، حلقات الطماطم ببدأ ارصها في قاع الاناء بتاعي، وبعدين هبدأ أرص فوقيها حلقات البصل. تمام. عندك جزر وعايزة تحطي حلقات جزر حطي، عايزة تحطي جزرية مبشورة حطي. بصي بصي يعني الصنف ده حطي زي ما انت عايزة اللي انت حباه، مفيش اي مشكلة. طب انا عندي فلفل اخضر او فلفل الوان وعايزة احط حلقات، يا قمر حطي، مفيش اي مشكلة خالص. كله تدعيم للقيمة الغذائية بتاعت الصنف بتاعك، وبيزود الفايدة والقيمة الغذائية، وكمان بيزود الكمية بالنسبة للي عندهم عدد أفراد أسرة كتير. تمام كده، اللي متوفر عندك حطيه. بس أنا اكتفيت بالطماطم، حلقات طماطم وحلقات بصل،
والبدنجان بتاعي، وقرنين صغيرين كده من الفلفل الحامي. عندك اطفال وما ينفعش تاكليهم حاجه حاميه، ما تحطيش الفلفل الحامي ده، حطي بارد بداله. تمام كده. طيب انا عايزه اقول لك هنا المقلوبه دي في ناس بتعملها بطريقه تانية مختلفه تماما عن الطريقه اللي انا بشتغل بيها ديت، اللي هي ايه؟ يسووا الرز لوحده، يعني يطبخوا الرز لوحده كده في اناء، وبعدين يكونوا قاليين البدنجان، وبعدين يجوا هنا يرصوا حلقات البصل والطماطم في القاع، ويرصوا البدنجان ويكبسوا الرز ويقوموا قلبينه، خلاص هي كده عملت المقلب. لا، انا عايزه اقول لك جربيها بطريقتي انا. انا هنا طبعا زي ما انت شايفه برص قطع الدجاج اللي بقالها 10 سنه عندي، اللي انا حاولت استغلها في صنف جديد، فدخلتها في الصنف القمر دوت. خلاص طبعا شربت منه واستوت وبقت طريه وجميله وحلوه قوي. جربي تعملي الصنف القمر ده. تقدري تحطي بدل قطع الدجاج ده لحمه مفرومه لو عندك حته كده صغيره. طب تقدري تحطي شرايح مثلا من اللحمه نفسها، او تقدري تحطي شرايح بانيه، او تقدري تحطي قطع دجاج باقيه عندك زي ما انا عملت كده، مش هيقولك لا ابدا يعني. طيب يبقى انا حطيت هنا في الارضيه خالص حلقات الطماطم، فوق منها حلقات البصل، فوق منها شرايح الدجاج او قطع الدجاج، ونزلت يا قمرايه بشويه الرز اللي انا غسلاهم ومصفياهم كويس قوي من ميتهم، فوق الكلام اللي انا قلته دلوقتي دوت. ارجع تاني واقول لك هنا ان في ناس بيبداوا يعملوا يطبخوا كل حاجه، زي الرز يطبخوه في حله لوحده، البدنجان يحمروه، يقطعوا الشرايح البصل والطماطم والجزر والحاجات دي كلها ويبداوا يحطوها ويرصوها، يكبسوا ويبداوا يقلبوا الايه الاناء. اقول لك احنا عملنا المقلوبه، لا المقلوبه الصح بالطريقه دي، جربيها، مش هتبطلي تعمليها. وهتعتمد الطريقه. انا هنا عندي شويه شوربه مرقه، كانوا عندي مثلا سلقه فيهم فراخ. ما عندكيش تنفع ميه عاديه خالص، ما فيش اي مشكله خالص. عندك شوربه، عندك مرقه، عندك ميه، اللي موجود عندك شويه الميه او السائل اللي عندك، هتنزلي فيهم سنه كمون، سنه فلفل اسود، ولو عايزه تحطي كركم حطي، مش عايزه براحتك، ده هترجع لك. وتروحي جايه مقلباه كويس قوي، واحط فيها معلقه زيت كمان في الشوربه دي. ليه؟ عشان احنا محطناش زيت خالص، انا اكتفيت بالزيت اللي هو نتيجه قلي البدنجان بتاعي. تمام. ببدا هنا اسقي الرز زي ما اكون بسوي رز عادي خالص، الشوربه تكون بتغطي الرز بتاعك، يعني الشوربه بتاعتك زي ما انت شايفه معايا كده غطت الرز بتاعي. القطع البدنجان او الشرايح اللي هي لسه باينه من الاناء دي، هبدا اتنيها فين؟ ايوه كده يا قمر انت وهي، هتنيها على الرز بتاعي كده اهو. تمام. وقفلها قوي، عايزه تحط طبق كمان فوقيها وبعد كده تغطي بالغطا، مفيش اي مشكله، الدنيا سهله خالص يعني. فانا عايزه اقول لك هنا انك لما تسوي المقلوبه بالطريقه دهيت اطيب واطعم واحلى. انا كده حطيتها على النار، بدات تغلي اهي وتشرب الميه او الشوربه بتاعتها، هبدا اهدي النار خالص زي ما بنسوي الرز بتاعنا والمحشي. بصي انا هدي النار معاكي، بصي هخليها زي الشمعه، نار هاديه خالص عشان يستوى كده على نار هاديه زي ما بنقول. انا عايزه اقول لك هنا انك لما تسوي المقلوبه بالطريقه دي، البدنجان الرز وهو بيستوى بيبدا ياخد من طعم البدنجان، والبدنجان بيستوى اكتر وبيتهرس اكتر في التسويه، وبالتالي الاتنين بيطلعوا دايبين مع بعض زي الزبده. جربي تعمليها كده والله ما هتندمي، وهتلاقيكي بتحبي تعمليها على طول بالشكل ده. هنا انا رشيت رشه بسيطه خالص من الزيت على وش الرز كده، عشان يبقى كمان مفلفل وطعمه لذيذ وفيه لمعه حلوه كده. تمام. يلا يا قمر انت وهي، ما تنسيش تحط اللايك يا حلوه انت وهي، يلا يا حلوه يا متدلعه، اللايك يا قمر انت وهي. ربنا يكرمكم ويسعدكم ويجعلكم دايما في حياتي نعمه يا رب. انا هنا بقى استوى الرز بتاعي، لما جيت اشوفه لقيته استوى، فبدات اجيب الطبق بتاعي بتاع التقديم اللي هنزل فيه الاكل بتاعي. وبعدين هنا الحله لسه سخنه طبعا، بحاول على قد ما اقدر ان انا اتملك منها، فحطيت هنا الماسك القطن دوت واحده تحت والطبق كده، وهبدا اقلب الصنف بتاعي. يلا شيف براك، ايوه كده، استرها يا رب كده بدل ما تروح كل حبات رز في ناحيه واتكسف قدام متابعين الكرام. بسم الله توكلنا على الله، ان شاء الله هتطلع احلى مقلوبه لاحلى متابعين واجمل متابعين في الدنيا. بسم الله، اللهم صل على النبي، توكلنا عليك يا رب. بسم الله. ايوه كده، يا سلام على الطعامه والجمال يا ناس. بص الطعامه والجمال نزلت قالب واحد مفيش كلام. بس هنا الطماطم طبعا بتبقى ماسكه في الارضيه، بدات هنا ايه اهي لا لازقه ولا هي مش محروقه يعني.
بنزلها عادي على وش المقلوبة تاني، وبظبطها تاني على وش المقلوبة. لاحظ ان انت تحت الطماطم دي في بصل، تحت البصل في فراخ، وبعد كده في الرز بتاعي والبدنجان على الجوانب زي ما انت شايفة. شفت الطعامة والجمال دوت؟ صنف قيمته الغذائية عالية، لذيذ جدا ومغذي موفر مش مكلف. بصي متخيلة من حبتين بدنجان وشوية رز بطماطمية وبصلاية. عندك فراخ في على فكرة تقدري تعمليها من غير كمان لا فراخ ولا لحمة ولا أي حاجة، في أي حاجة تقدري تعمليها بس بالخضار ديت والرز وخلاص. بس صدقوني بقى، تعالي كلي بقى الرز ده مع البدنجان اللي مهري في قلبه ده زي الزبدة. قسما بالله خيال، بتوديكي في حتة تانية خالص. جربي تعمليها مش هتندمي. وما تنسيش تدعميني باللايك والشير وتشتركي في قناتي. وما تنسيش تدعوا لأمواتنا في دعواتكم. استودعتكم الله، إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. أجمل تحياتي ليكم.